ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون أسألك عن ابن لادن، أسألك عن أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة. والله لا أقر ما يفعلونه لأنه لا دليل على صحة ما يفعلون لا من القرآن ولا من السنة، ولم يجدوا أدلة شرعية تسيطهم على ذلك على الإطلاق. ولذا فنقول الخوف وارد من عدم تفريق الإخوة بين الكافر المحارب والكافر الذمي والكافر المعاهد والكافر المستهزئ. جزاك الله خيرا. أسألك حفظك الله وبارك فيك عن العمليات الانتحارية التي تجرى في بلاد المسلمين. لا، في بلاد المسلمين أعوذ بالله لا أقرها لا شرعا ولا عقلا ولا واقعا، وقد علمت ذلك مرارا وتكرارا، وقلت بأنه لا يجوز أبدا لأي مسلم مهما كانت عقيدته وما كانت غيرته أن يتحرك بحماس ثوار بعيدا عن الأصول الشرعية، وقد ذكرت ذلك على شاشة قناة الناس والرحمة أكثر من مرة. وإذا دخل بلاد المسلمين أي رجل غير مسلم دخل بعهد أو له ذمة أو دخل بأمان لا يجوز أبدا أن يؤذيه بكلمة فضلا أن يمسك دمه، لأنه لا دليل على ذلك لا من الشرع ولا من العقل ولا من الواقع. جزاك الله خيرا. ماذا تصف من يفعل ذلك؟ بماذا تصف من يفعل ذلك؟ لأنه على الأقل يعني على الأقل حتى يكون جاهل وخارج عن الحق. ما قولك في طاعة أولياء الأمور؟ أقول ما رأيك في طاعة أولياء أمور المسلمين اليوم؟ واجب على أي مسلم يؤمن بالله ورسوله. جزاك الله خيرا. أقول بارك الله فيك، قيل أن المحطة أو أن محطة الرحمة افتتحت بأموال سلمان وسفر، هل هذا صحيح؟ حسن الله، والله الذي لا إله غيره كذب كله وافتراء. والقناة لرجل سعودي فاضل من رجال الأعمال ولا انتساب له ولا انتماء، وكانت كل نيتي أن يفتح قناة ليتولاها محمد حسان، ظنا منه أن محمد حسان على الحق. وقد أعلنت من أول يوم في افتتاح القناة أن القناة لا تنتسب إلى جماعة ولا إلى حزب، وإنما منهجها القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. ما شاء الله. أعلنت ذلك في افتتاح القناة وكررته بعد ذلك مرتين. جزاك الله خير يا أبا أحمد، أخوك محمد موسى نصر. بارك الله فيك وسددك وتقبل منك. هذه كلمات أحببنا أن نسجلها لتقطع القيل والقال، ولكي يعرف الجهد الذي يبذل في نصرة عقيدة السلف. ففرق بين من يقرب الناس ويمسك الناس بالسنة والكتاب. فيها جماعات إسلامية وفيها اليساريين، دول نشطين ودول نشطين، وكانت دايما يبقى يعني في سخونة. حضرتك ما أنا أحمد الله عز وجل أنني طوال حياتي بفضل الله ما تحزبت وما تقولبت. يعني هناك كانت في حروب عشان تضعني في قوالب معينة، بفضل الله، بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل يعني جدي رحمه الله تعالى والبيئة ما تقولبت، وما كنتش أبدا أحب أن أتجه في هذه الاتجاهات، مع أنني كنت يعني لا أدرك كثيرا من مراميها التي أعرفها الآن، مع أنني كنت يعني لا أدرك كثيرا من مراميها التي أعرفها الآن، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى أبدا كنت أبغض التحزب،
ومن انتميت لجماعة قط. دي نعمة كبيرة. ولا في المدينة، مع انه في المدينة ولا في كانت المدينة منتشرة جدا، والسنين دي كانت نشطة جدا. والعمل الإسلامي كان في المدينة في غاية النشاط، لكن بفضل الله عز وجل، وأنا بعتبرها الآن نعمة من أجل نعم الله علي على طريق الدعوة، أنني ما انتميت لجماعة قط. جميل. طبعا دي بتدخلني برضو ما اقدرش افوتها، نصيحة لشبابنا الملتزمين. اكيد انت كنت بتقول درس كل اثنين وخميس، وكنت بتخطب الجمعة معظم الايام في بين السيارات جنب المدينة الجامعية والجامعة. نعم. هل ده كان بيعمل لك مشاكل امنية مع الامن او مع وازاي كنت بتتعامل مع الموضوع ده بحكمة ورشد وتوازن؟ بفضل الله عز وجل أنا أقول الدعوة لا تثمر إلا في جو آمن. الدعوة لا تثمر إلا في جو آمن. وأنا أقول الدعاة والأمن في خندق واحد. وأنا أقول الدعاة والأمن في خندق واحد. ولا ينبغي على الإطلاق أن يتصور كثير من السالكين لهذا الطريق على ضرب الدعوة أن الانحرافات والالتفافات توصل الدعوة إلى الناس. أبدا. ما في أجمل من الوضوح، وما في أروع من الصدق. يعني كان يطلب مني طب لا 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 لا، أنا لا أحب هذا من زمان، لا أحب هذا، أمر فطري يا أخي سبحان الله. يعني أنا لا أخاف شيئا ولا أقول شيئا أهابه، إنما أنا أقول قال الله قال رسوله. فإن قدر الله عز وجل لي أن أقول في المكان الفلاني فالحمد لله. إن لم يقدر الله عز وجل لي وراء إخواننا في الأمن رؤية أمنية قد لا أراها أنا، يعني أنا لا أرى ما يراه هذا المسؤول. فما الحرج في أن يكون بيننا نوع من أنواع الحب المتبادل والتعاون المتبادل؟ أنا لي رؤيتي الدعوية هو له رؤيته الأمنية، لا بلاش المكان الفلاني خلاص. أنا لي رؤيتي الدعوية هو له رؤيته الأمنية، لا بلاش المكان الفلاني خلاص. وأنا أجري ثابت إن صحت عندي النية. ولذلك أنا أقول لا ينبغي على الإطلاق أن نوسع الفجوة، أن نوسع الهوة على الإطلاق، لأن هؤلاء بفضل الله ندين الله عز وجل لهم بالإسلام، ندين لله عز وجل بإسلامهم. ولا ينبغي على الإطلاق أن تقطع هذه الأصرة بين المسؤولين عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبين المسؤولين عن الأمن. وأنا أعتز بفضل الله أنني طوال فترة الدراسة بفضل الله تبارك وتعالى لم يحدث على الإطلاق لي أي مضايقة أمنية على الإطلاق. ربما أكون قد طلبت مرة واحدة من المسؤول الأمني في المدينة الجامعية لأنني قد قمت بطباعة أذكار الصباح والمساء. دي بالتفصيل عشان هي لذيذة كده كويسة مفيدة. يعني رحت عند الضابط أنا طبعت أذكار الصباح والمساء، يعني إخواننا اللي يحفظوها الطلبة، فتقريبا نقلت على إنها منشورات. واستدعان الأخ المسؤول عن المدينة الجامعية وقال سبحان الله، قال الصورة كانت عنده، يعني قال لا الصورة عندي أذكار الصباح والمساء، لكن هذه ربما تفسر تفسيرات أخرى، ولا يعني علم للشباب وعلم الطلبة كما تفعل، ونحن نتابعك ونجلس معك. وأنا لازلت أذكر يعني رجلا فاضلا برتبة عقيد اسمه إسماعيل إيه ما أعرفش، يعني عقيد إسماعيل، أسأل الله أن يبارك فيه وأن يبارك في نسله وفي ذريته. كان يحرص في بعض الأوقات على أن يحضر معنا الدرس في المدينة الجامعية. هو أول لقاء أنا أذكر اللي حضرتك قلت قدامي مرة ان انت لما دخلت فكان وقت اذن الاذان. لا ده دي بقى في يعني بفضل الله عز وجل كان اذان العشاء. انت بتذكرني والله، كان اذان العشاء وبفضل الله قمت لقيت سجادة قلت اصلي، فاذ بالاخ جزاه الله خيرا الضابط المسؤول قال طب احنا هنصلي معاك. وفعلا تقريبا وقف ورائي 2 وصلينا جماعة في المكتب، وأطلت الصلاة، قرأت تقريبا بآيات طويلة من سورة ياسين، وحدثت حالة من الخشوع وحالة من البكاء، يعني سبحان الله. وفعلا أكد لي هذا الكلام، قال بأن الصورة اللي نقلت على أنها منشورات يعني ويا حبذا لو أنك لم اقتصرت على أن تعلم يعني اللي فاتت دي بس عشان يعني أنت صليت وصلى وراك الضباط. نعم. وباكوا في الآخر. إنكم سترون بعدي أثرة، أي جشعا وحرصا على الدنيا وتكالبا على الدنيا ومناصبها وكراسيها وشهواتها. إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، إي ورب الكعبة، وأمورا تنكرونها
قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ فما تأمرنا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اسمع، أدوا إليهم، أي إلى الأمراء والحكام، أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. الله، بيان نبوي عجيب. أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم، حتى لا تصير فتنة، حتى لا تصير فتنة، حتى لا تسفح دماء، حتى لا تمزق أشلاء. سلوا، أدوا إليهم، أي إلى الأمراء والحكام، أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ فقال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. وفي رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين أنه رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مما أخذه علينا عليه الصلاة والسلام أن بايعنا على السمع والطاعة. خلي بالك، بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا. يعني أن نطيع الله وأن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نطيع أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نطيع الله ورسوله، وأن نطيع من أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا في المنشط والمكره، في العسر واليسر. ثم قال عبادة رضي الله عنه: وألا ننازع الأمر أهله. يعني بايعنا على السمع والطاعة في المنشط والمكره، في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وعلى أثرة منا أو وأثرة علينا، وأثرة علينا، وأثرة علينا. ثم قال: وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله. ثم قال عليه الصلاة والسلام للصحابة للأنصار: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذن أيها الأفاضل، لا أريد أن أطيل النفس في كل جزئية